بيقولك إن خلص الفول أنا مش مسؤول. طبق السحور الأساسي على سفرة رمضان، وكمان في الفطار طول السنة. النهاردة هندمس الفول بأبسط وأسهل طريقة، بطريقة عربيات الشارع، وهنقدمه كمان بطريقتين بمقادير وببساطة هيطلع معاكم دايب وزي الزبدة. بس قبل ما أبدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة تشوفوني فأنا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نعمل مع بعض أحلى فول مدمس دايب وزي الزبدة في البيت بكل بساطة وسهولة. أول حاجة هحتاج نص كيلو من فول التدميس. بنختار الحبة العريضة مش الحبة الصغيرة عشان الفول يستوي معاكم أسرع، ويطلع معاكم كمان طري ودايب وياخد وقت في التسوية أقل كمان بكتير. طبعا أنا مستخدمة هنا نص كيلو. بنجيب الفول بنغسله كويس جدا من التراب وبنشيل منه أي واحدة لو مش كويسة أو مكسورة أو أي حاجة. بعد ما غسلنا الفول كويس جدا، لو انتوا مستعجلين عليه زي ما انا عملت هتنقعوه 3 ساعات في ميه سخنه بتغلي. كل ما الميه تبرد بنضيف ميه سخنه تاني لمده 3 ساعات. او لو عندكم الوقت تقدروا تنقعوه من بالليل لتاني يوم الصبح. المهم لحد ما حبه الفول تنفش وحجمها يتضاعف وتبقى طريه كمان شويه. فزي ما قلت لكم، لو مستعجلين يبقى 3 ساعات او ممكن ليله كامله في ميه فتره عاديه، لحد ما تلاقوا الفول معاكم بقى بالشكل ده، حجمه تضاعف زي ما قلنا وحبة الفول كمان كبرت. هنصفيه من المية، وتعالوا بقى كده نشوف ايه الاضافات اللي هنضيفها عليه عشان نطلع شوية فول مظبوطين. هنجيب الحلة بتاعتنا او الدماسة حسب الموجود عندكم. صفينا الفول من كل المية، وبعد كده هنزل بكل كمية الفول في الحلة. بعد كده الاضافات اللي هنضيفها عليه شوية حاجات بسيطة بس هتطلع لكم شوية فول مدمس مظبوطين. اول حاجه هنزل بجزرايه كبيره مبشوره ناعم بالشكل ده، دي اللي هتدي لي اللون والقوام الحلو كمان للفول بتاعي. هنزل كمان بنص كوبايه من العدس الاصفر، ونص كوبايه كمان من الفول المدشوش. الفول هنا هو اللي هيخلي ميه الفول تكون متربطه ومش خفيفه. اخر اضافه هتضيفها وهي عصير ليمونه كبيره، او لو مش موجود ليمون هتضيفوا معلقتين كبار من الخل. ده اللي بيساعد ان الفول يفضل لونه فاتح وما يسودش معاكم. بعد كده هنزل بميه سخنه بتغلي. اهم حاجه الميه تكون سخنه تغطي لي الفول في الحله او في الدماسه بالشكل ده. هقلب كل المقادير، وبعد كده هنحط حله الفول بتاعتنا على النار. اول ما تغلي بنهدي النار اقل حاجه جدا، شمعه صغيره، عشان نضمن ان الفول يستوي براحته وكمان يقطع معاكم دايب وزي الزبده، وكل حبه كده نضغط عليها تكون طريه. هياخد معاكم تقريبا على حسب طبعا الكمية من ساعتين لساعتين ونص، لحد ما تضغطوا على حبة الفول تلاقوها بقت طرية في ايديكم، لحد ما توصلوا للشكل ده. اهم حاجة الفول طول ما هو على النار كل شوية بنبص عليه وبنفضل نقلب فيه. ولو احتاج مية بنزود مية سخنة بتغلي، مش بنزود مية من الحنفية ابدا ولا مية فترة. المية تكون سخنة بتغلي. بعد كده بتنزلوا الفول من على النار وبتسيبوه يبرد. ولو هتخزنوه في الفريزر هتقسموه بعد كده في اكياس على حسب استخدامكم، وبتشيلوه في الفريزر لوقت الاستخدام من غير اي تتبيل، لا ملح ولا كمون ولا اي حاجه، ساده زي ما هو. بتخرجوه بس وبتعملوه بالطريقه اللي انتوا حابينها. النهارده هقدمه معاكم باشهر طريقتين للفول المدمس، وهو الفول بالطحينه والفول كمان بالزيت الحار. اول طريقه هنعمل الفول بالطحينه. ناخد شويه من الفول كده وهو سخن. هتلاقوا ان حبه الفول طريه جدا، الميه بتاعته كمان تقيله مش خفيفه، وريحته بجد خطيره وسهل جدا. بعد ما ضفنا الفول بالشكل ده هنبدا هنتبله بس بشويه ملح وشويه كمون. تقدروا تزودوا كمان كزبره ناشفه لو انتوا حابين. بعد كده هبدأ بالشوكة، هبدأ ههرس في الفول، هتلاقوه بيتهرس معاكم بكل سهولة. زي ما قلت لكم التريكات اللي احنا قلناها، ان احنا نزود مية سخنة دايما على النار كل ما يحتاج، كمان ان احنا نهدي النار عليه، دي اللي هتطلع لكم تسوية مظبوطة للفول، هيطلع معاكم طري جدا. بعد ما هرسناه هننزل بعصير ليمونة بالشكل ده وهقلبهم. واخر حاجة كده هنغرق طبق الفول بتاعنا على الوش
بالطحينة. الطحينة طريقتها سهلة جدا، معلقتين من الطحينة عليهم ربع كوباية من المية وعصرة ليمون وملح وكمون، وهقلبهم مع بعض وبتحطوهم في ازازة بالشكل ده وبتقدموا منهم على طبق الفول. دي اول طريقة تقدروا تقدموا بيها. تاني طريقة وهي الفول بالزيت الحار. برضو هنتبله برشة من الملح ورشة من الكمون، مش اكتر من كده. وهنهرسه برضو بنفس الطريقة بالشوكة، وعليها عصرة ليمون. واخر حاجة على الوش شوية من الزيت الحار. الزيت الحار هتلاقوه موجود عند العطارين. بيدي طعم كده بنفس طعم ونكهة الفول بتاع عربيات الشارع. بنضيف الزيت الحار على الوش وبتقلبوه. ودول اشهر طريقتين بيتقدم بيهم الفول بتاع عربيات الشارع: الفول بالطحينة والفول طبعا بالزيت الحار. طبعا الفول ليه طرق ووصفات كتيرة جدا، تقدروا تقدموه بالطريقة اللي انتوا حابينها وزي ما بتحبوا تاكلوا طبق الفول. هنا كمان دي الكمية قسمتها في أكياس زي ما قلت لكم، سادة من غير أي توابل ولا أي حاجة، بتقسموه على حسب استهلاككم وعلى الفريزر يخرج قبل الأكل بس. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكون الطريقه سهله وتجربوها وتدمسوا فول في البيت احلى وانضف واسهل بكتير. استناكم تجربوه، استنوني ان شاء الله في وصفات كتيره جايه من مطبخي، مطبخ فاتن عوض. كالعاده كنت انا معاكم، السلام عليكم.